عناصر الأمن ألقت مصلحة الشرطة القضائية أمس بالرباط القبض على 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والاتجار بالمخدرات. المشتبه فيهم من أصحاب السوابق. روبورتاج عبد المجيد حلاوي وعبد الفتاح السوين. بمنطقة السويس التقدم بالرباط اشتكى بعض الناس من سرقات تحدث لهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض ومن سرقات من داخل السيارات. تكثفت جهود مختلف المصالح بالمنطقة الأمنية سويس التقدم، وأثمر ذلك عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص صبيحة أمس الخميس بحي الوحدة، وبحوزته العتاد المستعمل في السرقات وكمية من المخدرات. عدد الموقوفين إجمالا 5 أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 عاما. وتم ضبط الحوزة ديالهم مجموعة ديال المسروقات، منها آلة التسجيل خاصة بالسيارات، السيوف كذلك، ديك البومب لاكريموجين، إضافة لكمية من المخدرات والأقراص المهلوسة. البحث جاري الآن، تعميق البحث مع المعين بالأمر للتعرف على المزيد من الضحايا تحت إشراف النيابة العامة. عملية التفتيش التي بشرت بمنزل المعني بالأمر أسفرت عن إيقاف 3 المعنيين بالأمر يقترفون السرقات من داخل السيارات والسرقات بالعنف. هم من ذوي السوابق وحديث الإفراج عنهم. القاصر تم عزله عن بقية الموقوفين ال4 الآخرين. خضع الجميع لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة قصد استكمال التحقيق والتدقيق في مختلف الجرائم التي يشتبه الموقوفون ال5 في التورط فيها.